صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده انا ما صدقت لقيت في السوق ما شاء الله الفول الاخضر لسه طالع بشاير كده، فقلت نعمل النهارده رز بفول اخضر على طريقتي انا. ما هتلاقوش اجمل ولا اسهل من الطريقه دي ولا اطعم منها. مع بعض خطوه بخطوه كده ونشوف هنعمل ايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت حله فاضيه على النار اهي وسايباها لغايه ما تسخن، يعني سايباها لغايه ما الميه تنشف منها خالص عشان مفيش حاجه يعني الزيت ما يعملش في وشنا. كده الحله نشفت معايا، هننزل شويه زيت حلوين كده ما نستخسرش. انا الزيت اتقدح معايا وحطيت بصله كبيره زي ما احنا شايفين كده، خطوه خطوه. في ناس بتعمله ني براحتها، بس انا هعرفكم الطريقه دي واللي هيجربها والله ما هيبطل يتبعها خالص. طريقه سهله جدا وبسيطه، بس بتاخد الرز بالفول الاخضر في حته تانيه خالص. هحمر معاكم البصله. البصله تحمر معايا بالطريقه دي، كميه الزيت تكون مناسبه. انا عايزه البصله صفرا. اسيبها كده لغايه ما تحمر معايا على راحتها خالص، وهنمشي مع بعض خطوه خطوه لغايه ما تحمر وهنرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص كده البصله خدت لون معايا وهو ده اللون اللي انا عايزاه. هضيف عليها الفول واقلبه كويس قوي في البصله الصفرا اللي مصفراها على النار دي. ادبله معايا كده بالطريقه دي واسيبه في قلب البصله ده ياخد منها لون وياخد من ريحه البصل. ما احطوش عليه